السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، مرحبا بكم معايا مع فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نحضر معكم السفة بالطريقة سهلة دغيا كتوجد، ما كاملاش نص ساعة حتى تكون السفة ديالك واجدة. تبعوا معايا الفيديو حتى الآخر وغتشوفوا إن شاء الله كل شيء. طريقة سهلة سهلة بزاف. هنايا عندي طاسة د اللوز، طاسة مع مرشد الزبيب، السكر على حسب الذوق، القرفة، الزبدة، كاس كبير د الحليب ونص كاس د الزيت. عندي هنايا كيلو الا ربع د السفة اولا الشعرية. عملت انا كيلو الا ربع وكندهنها دابا بالزيت، نكب داك النص ديال الكاس د الزيت وانا كندهن مزيان حتى نحسو بها اندهنت مزيان. هاد الطريقة هادي كتخليك السفة طيب لك دغيا. تبعوا معايا وغادي تشوفوا ان شاء الله. اذا اول مره كتشوفوا القناه اشتركوا في القناه وعملوا جيم باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هنايا غادي نعمل لها التبخيره اللوليه بعد ما دهنتها بالزيت مزيان. كتجي غزاله ولذيذه رائعه. هنايا عندي الماء طايب في طنجره، عملوا الماء بزاف كما كتشوفوا الماء غليان. ودابا غادي نعمل الكسكاس. منين يطلع البخار من الكسكاس غادي نحسبوا 5 دقائق. دابا غادي نغطيها ونخليها تبخر 5 دقائق. ودابا غادي نعدل معكم هاد الزبيب نعسلوه. كما كتشوفوا غسلته وعملت له كاس ديال الماء على حسب عندكم ميزانكم نتوما وشحال مجد عملوا. عملت له معلقه د القرفه ومعلقه كبيره د السكر. السكر كيبقى على حسب الذوق. ودابا نخليه يتعسل. بعد ما جازت 5 دقائق دابا غادي داك الماء الطايب اللي كان في الطنجره غادي نكبو على الكسكاس. ما حتىش نخويوها فشي قصعه ولا فشي حاجه، غادي نكب عليها الماء طايب. كما كتشوفوا عملت الطنجره من تحت وعملت الكسكاس فوق منا، وداك الماء اللي كان كيبخر فيها السفه هي اللي كبيت فوق السفه. نتمنى تفهموني. ملي كبت داك الماء طايب دابا غادي نحركها نقلبها نحركها مزيان. هاد الطريقه هادي باش كتخلي السفه دغيا كتنفخ ودغيا كطيب. غادي نرجع الكسكاس في نفس الطنجره اللي تبخر عليه، اللي تبخرت عليه السفه، وغادي نكب مره ثانيه داك الماء الطايب. هاد الطريقه هادي ما كتخليهاش يتعجن اولا تلصق ببعضيتها. طريقه سهله واخا كيكون فيها داك الزيت بزاف حتى هو كيهبط في داك الماء. نحركوها مزيان ما نخليوهاش بلا تحرك. ماشي غير نكبو داك الماء طايب ونخليوها هيداك، لا ضروري خصنا نحركوها حتى يهبط داك الماء كامل في الطنجره. وغادي نردوها تبخر 5 دقائق اخرى. منين تشوفوا البخار طلع في الطنجره نخليوها 5 دقائق، ما نخليوهاش كتر. كما كتشوفوا الشعريه هنايا بدات كطيب، كنشوفوها بدات كتنفخ بدات كطيب. دابا غادي نردها مره ثانيه طيب 5 دقائق. من بعد ما طابت دابا 5 دقائق مره ثانيه نفسخها مزيان ونزيد لها شويه د الزيت. كما كتشوفوا داك الماء طايب اللي في داك الطنجره غرفت منه الغرف ديال الماء وعملت فيه الملحه. وغادي نزيد واحد شويه د الزيت باش باش ما تلصقش ولا تعجنش. كنحرك داك الملح اللي في داك الماء طايب اللي هزيتو من داك الطنجره اللي بخرت عليهم السفه. نتمنى تكون الطريقه كتفهموني باش كنشرح. كتشوفوا السفه بدات كطيب كتنفخ.
غزاله كتجي لذيذه وطريقه سهله اللي كيعكز على السفه. دابا نوض عامله بلا عكز. انا بعدا كتعجبني الطريقه هذه اللي سهلت عليا. كما كتشوفوا ملي كنبدا نحركها كطيب، كنحس بها طابت. ودابا غادي نزيد لها مره الثالثه تبخر 5 دقائق. هنايا الزبيب بدا كيتعسل، ردوا له البال باش ما يتسحرق. غادي نخليه يشرب شويه. هنايا عملت الحليب يغلي وعملت له معلقه الزبده. هنايا الزبيب كيتعسل، اللوز قليته قشرت سلقته قشرته وقليته. هذه المره الثالثه اللي خليتها تبخر 5 دقائق، ما تخليوهاش اكثر. ودابا غادي نكب لها الحليب، نفسخها مزيان. زدت لها واحد معلقه كبيره د السكر كلاصي، خلطته ما تصورت ليش ديك اللقطه. ودابا كنزيد الحليب اللي عملت فيه معلقه الزبده. كنزيد الحليب شويه بشويه وانا كنحرك. تكون سخونه كما كبيناها من الكسكاس، نبقاو نزيدوا لها الحليب شويه بشويه كما كتشوفوا. اللي ما كيعجبوش هذا الحليب هذا يعمل حليب نسلي وما يعملش ديك المعلقه السكر اللي عملت. حتى الحليب نسلي كتجي غزاله. او الحليب نيدو غابره، عملوا معلقه كبيره ولا 2 المعالق د الحليب نيدو والحليب نسلي حتى هي كتجي غزاله رائعه. المهم انا بغيت نعملها بالحليب عادي وصافي. نبقاو نحركو، هي كتشرب داك الحليب وحنا كنحركو حنا كنقلبو وصافي. هذه الطريقه. دابا ما غنزيد لها شي انا تبخر. كاين اللي كيخليها تشرب بالحليب ديالها وكيزيد لها واحد التبخيره. انا ما زدت لها شي تبخر، جاتني هي هذيك صافي. غير خليتها تشرب داك الحليب حتى بردت شويه غير شويه وقدمتها. غير شربت داك الحليب شويه وقدمتها بلا ما زدت لها تصفويره اخرى. جاتني هي هذيك، جات غزاله لذيذه كتحمق. نتمنى تجربوها. تبارك الله وصل على النبي. النساء المغربيات كلشي كيفهم تبارك الله كيفاش كطيب السفه. هذه غير طريقه بسيطه جربتها وعجبتني وبغيت نشاركها معكم. وصافي البنات كما كتشوفوا السفه ديالي هي كتشرب الحليب، ما زدتلاش التصفيره الرابعه. هنايا طحنت داك اللوز، زدت له شويه السكر. الا بغيتو ما تزيدولوش السكر ما تزيدولوش. هنايا زدت شويه د اللوز مع داك الزبيب مع الزبيب. بغيتي تضيفوا الكركاع، بغيتو تضيفوا اي حاجه بغيتوها نتوما.
وهذا ما كان البنات، نتمنى يعجبكم طريقة السفة اللي كتجي غزالة رائعة. نتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا جيم واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. يلا بسلامة عليكم، دمتم في رعاية الله، بسلامة مع فيديو اخر ان شاء الله.